لا، انت القائد بتاعهم، عشان هيك راح تفهمني. انا ماليش دخل بالحرب، انا حتى مش ظابط نظامهم يستدعوني وقت الحرب. يعني انا ولا بدي اقتلك ولا بدي اياك تقتل. لو فلتوني راح اقول لك كيف ترجع على بلدك سالم. يعني انت عاوز تفهمني ان انت مالكش دعوه بالحرب دي ولا عايزها؟ مظبوط. طب افتكر بقى الكلام ده عشان تقوله قدام العالم كله. احنا كنا مؤمنين برب واحد، وربنا قال في التوراة اللي انتوا بتؤمنوا بيها ان هاي الارض ليك يا ابراهيم انت ونسلك، واحنا نسل اسحاق. مظبوط الكلام ده، في فعلا في سفر التجويد الكلام ده. بس يا اخي انتوا عندكم مشكله ان انتوا بتنسوا انه من نسل سيدنا ابراهيم سيدنا اسماعيل، قبل سيدنا اسحاق سيدنا اسماعيل ابو العرب. ولما خالفتوا الاوامر اتحكم عليكم انكم تتوهوا في الارض. مش ده كلام التوراه برضه؟ مكانكم انعرف وكلها دكاك وكلكم راح تمسحوا من على وجه الارض. مش مهم يا خواجه، احنا عندنا مأمورية ونفذناها، تفجير وتدمير اكبر معسكر احتياطي للعدو. نخو ومين راح يعرف بعد ما قواتنا تدمركم وشرككم تموت معاكم؟ ما حد يعرف في اللي صار. مش مهم، احنا مش بتوع شو زيكم. المهم اللي يعرف العدو اللي احنا بنحاربه انتوا. انا عندي عسكري في غارة من الغارات، هو بيتضرب بالطيران بتاعكم، مسك بندقيته لمته وقلت له بتعمل كده ليه؟ كده هتموت نفسك. قال لي مش مهم يا فندم، المهم العدو اللي احنا بنحاربه يعرف ان احنا عينينا في عينيه ومش خايفين، ويعرف ان هو ما عمره هيرتاح في الارض دي حتى لو على موت. فين؟ اظن الرساله وصلت. اما بقى بالنسبه للرجاله دي، فالرجاله دي الحياه مش فرقله، وقبل ما حد فيهم يستشهد هياخد 10 20 100 من عينتك، وبرضه هترجع مصر بعد ما نرجع الارض. تمام يا رجاله؟ الله اكبر! الله اكبر!